السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصرية. ازيكم يا حلوين؟ ايه الاخبار؟ بصوا بقى، انا النهارده كان يومي يعني ايه صعب شوية. انا بكره عندي طبعا مش عزومة، انا الولاد بيتغدوا عندي يوم الجمعة، ربنا يخليهم ويبارك فيهم وربنا ما يقطعها عادة ابدا. فبضطر اجهز قبلها بيوم علشان ما بقاش مضغوطة، تبقى حاجتي كلها عندي. بضطر ان انا اليوم الخميس مثلا انزل بقى اجيب حاجتي. بس هو النهارده كان يوم صعب شوية، لإن أنا ناقصني خامات حلوانية. رُحت عند سمسم، جِبت كريم شانتيه وجِبت سبونج، وناقصني برضه عجينة سُكّر، وعجينة سُكّر ألوان يعني، ولون ماجيك أزرق ناقصني برضه. وده لوز يا ولاد، بكرة هاستخدمه في الأكل بتاع بكرة. ده تُمن، عارفين التُمن ده بكام؟ هو كيلو اللوز أصلًا مش متحمّص ب500، ده تُمن بقى ب62 ونص، أوكي. يبقى رُحت عند سمسم قيمة ساعة كده، بس رُحت مشي وجيت مشي فإرهاق يعني. وبعديها رُحت داخلة بقى على سوق الخضار، بس الأول حجزت الفراخ عشان ما أروحش وأرجع ألاقيها خلصت. ده دي وراك، الوراك رخصت، الكيلو بقى ب90، رخصت عن الأول بالأمانة يعني. عندي ناس جايين الأسبوع الجاي، فأقول لكم سر، فضل من مصروف البيت، قعدت أزنق ففضل مبلغ من مصروف البيت، فبدل ما أحطه كده ولا كده أجيب بيه حاجات أحطها في الفريزر علشان ما بقاش مزنوقة. أوكي، يعني هي كل واحدة تقدر تدبر بيتها، يعني إذا كان معاكي مبلغ كبير أو صغير تقدري تدبري. يعني نشوف إيه الأساسي الأول. أول حاجة أشوف الأساسي وأعمل حسابه، وبعد كده لو يعني هو ما بقاش فيه رفاهيات قوي، يعني بنعتبر الفاكهة دلوقتي من الرفاهيات، بس ضرورية تبقى موجودة الفاكهة والسلطة والحاجات دي، وكل واحد على قد إمكانياته بالأمانة. يعني حتى لو معاكي فلوس قليلة تقدري تعملي غدا كويس. يعني احنا في مصر هنا عندنا ميزة، كل الناس بتاكل، اللي معاها واللي ما معاهاش، وبيبقى فيه رضا كده من عند ربنا إن أنتِ راضية باللي بتاكليه يعني. كلتِ لحمة، فراخ، سمك، كلتِ فول. يعني أنا النهارده بالمناسبة علشان خرجت وجبت حاجات وكده، فما عنديش طاقة أقعد أطبخ، فهاعمل كده شوية حبشتكنات، والولاد مش معايا، أنا وبابا الولاد بس، وأنا باحب الأكلة دي، بعد الفيديو ده أنا هاصورها. خلاص يبقى جبنا، جبت الوراك بالفلوس المتبقية، يعني اتبقى معاكِ فلوس مش هتعملي بيها أي حاجة، هاتي بيها حاجات خزين للبيت عقبال ما تقبضي، أوكي. وجبت طبعًا نُص بانيه، البانيه عندي مرات ابني بكرة هاعمل الأكل لحمة، فهي ما تحبش، هي نباتية، ما تحبش ما تاكلش لحمة يعني. فجبت لها نُص بانيه هاعمله، شوفي الفيديو بتاع بكرة إن شاء الله، مش عارفة ده هينزل إمتى. وجبت كيلو وربع بطاطس، هي مش أحسن حاجة أهو، بُصّي شوفي، رغم إن أنا منقياها بس ماشي الحال، هاشيلها الحتة دي. أنا مستعجلة جدًا، جدًا، وعايزة أنجز، فده كيلو وربع ب ب15. وطبعًا جبت رز، أنا باجيب الرز الفلاحي السايب، يعني مش فقر مني ولا إن أنا شحيحة لأ، أنا بارتاح في نوعية الرز ده، مش اللي بالزيت، الفلاحي. أنا اتزنقت مرّة جِبت من تحت العمارة من السوبر ماركت الكيلو ب40 جنيه، كيلو الرز المُعبّأ ب40 جنيه، ده أنا جايباه هو نزل سعره شوية جنيه، كان ب29 بقى ب28 وممتاز. يعني إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله بكرة أطبخه وهتشوفوه في الفيديو. وجِبت كمان والله العظيم بُصّوا، فلفل ألوان عشان هاعمل فاهيتا، الاتنين دول مقرّبين للنُص كيلو ب8 جنيه، يعني ولا حاجة. وجِبت طبعًا كوسة طَب بُصّوا بقى الاستغلال، أنا ما أعرفش سعرها كام، أنا نسيت خالص أجيبها من السوق، فجِبتها من بتاع الخضار اللي تحت العمارة بالغلا والكوى. أنا جِبت نُص كوسة ونُص جزر ب15 جنيه، أنا ما سألتش، أنا مستعجلة ما سألتش،
يعني في لمّا باروح السوق وعندي وقت بادقّق. بس ما احبش أجيب الحاجة إيه، اللي هي النُص كُم، غير البطاطساية دي زعّلتني، بس ماشي الحال. وجِبت كمان لبن يعني من عند الفلاحة في السوق. هي يعني بتبيع يا إمّا إزازة كبيرة يا إمّا إزازة صغيّرة. الكبيرة دي بتبقى 2 كيلو ونُص، وديّة بتبقى لتر ونُص، كيلو ونُص. أنا كل ما أعدّي بالاقي عندها باجيب يعني وأحطّه في الdeep freezer. ليه بقى؟ أنا زي ما قُلت لكم قبل كده، اللبن ده كنز في البيت. باخد منّه قشطة وباعمل منّه سمنة، واللي بيفضل من السمنة اللي هو الخَض اللي بيطلع من السمنة باعمل بيه قُرَص. فالنهارده اليوم بتاعي يعني مُرهق بس أنجزت. ليه؟ أمّا يعني أنا دايمًا باقول لولادي ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بنظام. كل ما تنظّمي يومِك وتنظّمي أسبوعِك وتنظّمي شهرِك، هتلاقي المسألة بالنسبة لِك مش صعبة أبدًا. هتلاقيها يعني هتبقي مرهقة طبعًا، لكن في النهاية هتلاقي إن أنتِ النظام ده نظّم لِك. يعني أنا النهارده تعبانة، بُكرة يا دوبك أطبخ، وما يبقاش بقى بالي مشغول بحاجة وهاعمل إيه واخلّي إيه، لأ. قبل ما تنامي بالليل تنظّمي إن شاء الله إن حيانا المولى وكان لنا عُمر في الدنيا أنا هاعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وما تخلّيش حاجة تعطّلِك. اللي أنتِ بتعمليه تعبت بقى، رُحت بقى الحاجات دي كلّها أنا هاشيلها إزاي؟ في حد من بتاع السمك اللي هناك بيوصّلني، بس هو كان في order برّه. أعمل إيه، رُحت واخدة توك توك. والنبي ركبت توك توك. ما باحبهمش التكاتك أصلًا، لكن ساعات بيقضوا معايا. فدوّة كان يومي النهارده. أوام، 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 مش أوام والله، ده خَد بتاع المشاوير دي خدت بتاع 3 ساعات. لكن أنا هانظّم بقى يعني الوراك دي دلوقتي قبل ما أحطها في الفريزر، هاغسلها كويس جدًا وأحطها في محلول النقع، وبعد كده تتصفى أحطها في أكياس وأشوف أنا هاستخدمها إمتى. الحاجات اللي معايا دي كلّها دي استخدام بُكرة، الرز والفلفل الملوِّن والحاجات دي. وأنا بُكرة هاعمل وصفة حلوة جدًا والولاد بيحبوها جدًا. شوفي بقى الفيديو بتاع غدا يوم الجمعة هينزل إمتى إن شاء الله. تابعيني على قناتي دايمًا، وأتمنى إن أنا باكون بافيدكم. هو النهارده الفيديو النهارده يعني ما فيهوش طبخ ولا حاجة، بس ديّة مشتريات جبتها النهارده، فحبيت أقول لكم عليها وأقول لكم إن الأسعار نزلت شوية. الدولار نزل، فالأسعار مش نزلت إن هي نقولوا الله بقت الدنيا خفيفة، لأ. بتنزل، اللي بينزل جنيه، اللي بينزل 10 جنيه زي الفراخ. فربنا يكون في عوننا جميعًا. وربنا على فكرة البركة جند من جنود الله. يعني ربنا يبارك. يعني حد يبقى معاه فلوس كتير جدًا وما تحسّيش إن هو عايش كويس، وحد يبقى راضي. الرضا والبركة دي أحسن حاجة من عند ربنا. فأتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده خفيف لطيف، أكون أفدتكم بحاجة بمشترياتي دي. باحبكم كلكم، ما تنسوش طبعًا لايك، شير، تفعيل جرس، يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية، أحبكم كلكم، باي باي.